أسئلة الفصل الأول للحملة الفرنسية على مصر. السؤال الأول: تأثرت مدة مقاومة أهالي الصعيد لنابليون بدعم الإنجليز الأساليب القتالية لأهالي الصعيد مساندة الدولة العثمانية اتباع أهل الصعيد الحرب النظامية. احنا عارفين إن أهالي الصعيد اتبعوا حرب المناوشات والمعارك المتفرقة، تبقى الإجابة الأساليب القتالية لأهالي الصعيد. تعد بداية النهاية لفشل الحملة الفرنسية في مصر موقعة أبي قير البحرية، مقاومة أهالي الأسكندرية، إرسال إنجلترا أسطولا جديدا، مقاومة أهالي الصعيد. بداية فشل الحملة الفرنسية أول ما غرق أسطول الحملة في موقعة أبي قير اللي ترتب عليه القضاء على آمال فرنسا في بسط سيطرتها على حوض البحر المتوسط. تاني حاجة حرمان الحملة من إمدادات فرنسا له، تبقى الإجابة موقعة أبي قير البحرية. الدروس المستفادة من حركة علي بيك الكبير للاستقلال بمصر: الإعداد النفسي للجيش، حسن اختيار المعاونين، استخدام الأسلحة الحديثة، قلة عدد الجيوش. الإجابة حسن اختيار المعاونين. طب ليه؟ بسبب انحياز نائبه محمد بيك أبو الدهب إلى السلطان العثماني. برهنت ثورة القاهرة الأولى ضد الفرنسيين على دور المماليك في إشعال الثورة، قوة الترابط بين أهل الريف والحضر، فشل سياسات نابليون الاقتصادية، تناقض أقوال نابليون مع أفعاله. ثورة القاهرة الأولى حدث فيها اقتحام القوات الفرنسية للجامع الأزهر الشريف، مما أثار شعور المصريين، وهذا يناقض أقوال نابليون في منشوره الذي أرسله قبل وصول الحملة. تبقى الإجابة تناقض أقوال نابليون مع أفعاله. العامل الرئيسي في عدم استقرار أحوال الفلاحين في مصر قبل قدوم الحملة الفرنسية: الطريقة المتبعة في ملكية الأراضي الزراعية، انصراف الولاة عن الزراعة، فرض الإتاوات، فرض السلطان الضرائب على الفلاحين. احنا عارفين ان الأرض كانت ملكا للدولة ممثلة في السلطان العثماني، وتزرع عن طريق تكليف الفلاحين لتسديد ما تقرره الدولة من ضرائب اللي هو نظام حق الانتفاع. تبقى الإجابة الطريقة المتبعة في ملكية الأراضي الزراعية. تدل مقاومة محمد قريم لقوات الحملة الفرنسية في الإسكندرية على فشل منشور نابليون في تحقيق أهدافه، الثقة في القوة العسكرية للدولة العثمانية، ثقة المصريين في هزيمة الفرنسيين، مساندة المماليك لأهالي الإسكندرية. عدم ثقة المصريين في منشور نابليون الذي أرسله 1798 لإقناع المصريين أنه جاء لمحاربة المماليك وإنشاء حكومة أهلية من المصريين. تبقى الإجابة تدل مقاومة محمد قريم لقوات الحملة الفرنسية في الإسكندرية على فشل منشور نابليون في تحقيق أهدافه. حمل نظام الحكم العثماني عوامل ضعفه، ويرجع ذلك إلى ثورات المصريين، تعدد هيئات الحكم، ضعف سلطة الحامية العثمانية، الصراعات المتواصلة بين المماليك. احنا خدنا ان نظام الحكم العثماني كان يتكون من 3 إدارات: الوالي اللي هو نائب السلطان، والديوان سلطته مراقبة الوالي وله صلاحية عزله، وبكوات المماليك اللي هي إدارة شؤون الأقاليم، وكانت كل إدارة تراقب منها الأخرى. فحمل هذا ضعف النظام العثماني. يبقى الإجابة حمل نظام الحكم العثماني عوامل ضعفه، ويرجع ذلك إلى تعدد هيئات الحكم. أظهرت النتائج النهائية لاتفاقية العريش عام 1800 على الدور الحيوي لإنجلترا في مجرى الأحداث، خبرات كليبر السياسية والعسكرية، فاعلية التحالف العثماني الإنجليزي، مجاملة الدولة العثمانية. اتفاقية
العريش أو معاهدة العريش كان هتنجح بخروج الحملة الفرنسية على نفقة الدولة العثمانية، ولكن فشلت بسبب رفض حكومة إنجلترا المعاهدة وأصرت على استسلام القوات الفرنسية. تبقى الإجابة أظهرت النتائج النهائية لاتفاقية العريش عام 1800 على الدور الحيوي لإنجلترا في مجرى الأحداث. تدهورت التجارة الخارجية في مصر أثناء الحكم العثماني. زيادة سلطة الحامية العسكرية، اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح، سيطرة المماليك على الملاحة، تهديد القوى البحرية الإنجليزية. احنا قلنا سبب تدهور التجارة الخارجية هو تحويل طريق التجارة بين الشرق والغرب إلى طريق رأس الرجاء الصالح، واقتصار التجارة المصرية على دول حوض البحر المتوسط. تبقى الإجابة اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. أعلن نابليون في منشوره قبل نزول الحملة الفرنسية على التهديد والقمع، مجاملة الدولة العثمانية، الترغيب والترهيب، اللعب على الوزع الديني. منشور نابليون كان يحوي رسالتين: الرسالة الأولى لغة التودد، الرسالة الثانية هدد بحرق القرى والمناطق التي تحاول التعرض للقوات الفرنسية. تبقى الإجابة الترغيب والترهيب. مثل طريق رأس الرجاء الصالح خطورة على اقتصاد فرنسا بعد الثورة الفرنسية بسبب تهديد القراصنة، تهديد القوى البحرية الإنجليزية، السيطرة الهولندية البحرية عليه، بعد المسافة بين فرنسا ومستعمراتها. طريق رأس الرجاء الصالح كان تحت سيطرة الأسطول الإنجليزي. تبقى الإجابة تهديد القوى البحرية الإنجليزية. أراد علي بيك الكبير إضافة الصبغة الدينية لحكمه، وذلك من خلال إخضاع الحجاز، عزل الوالي العثماني، ضرب النقوب باسمه، محاولة ضم الشام. قام علي بيك الكبير بحركة استقلالية ضد الدولة العثمانية، وكان يريد إضافة الصبغة الدينية لحكمه، وذلك بإخضاع الحجاز. تبقى الإجابة إخضاع الحجاز. ظهرت أطماع الملتزم في مصر في فترة الحكم العثماني من خلال قسوته في جمع الضرائب، فرض الإتاوات، حصوله على أرض الوصية، تأمين وضعه السياسي. الملتزم كان يفرض الإتاوات خارج الضرائب المقررة لتعويض ما دفعه لخزينة الدولة. تبقى الإجابة فرض الإتاوات. ربط الوالي العثماني مصيره بمصير المماليك بعد معركة إمبابة، أبي قير البرية، شبرا خيت، أبي قير البحرية. من نتائج معركة إمبابة فرار مراد بيك إلى الصعيد، وفر إبراهيم بيك ومعه الوالي العثماني إلى الشام. تبقى الإجابة معركة إمبابة. معرفة الحملة الفرنسية لتاريخ مصر القديم عن طريق الكشوف الجغرافية، الكشوف الأثرية، ربط السياسة بالعلم، ترجمة التراث القديم. احنا عارفين ان هو تم العثور على حجر رشيد الذي مكن العالم الفرنسي شامبليون من قراءة الكتابة المصرية القديمة، مما ترتب عليه التعرف على التاريخ المصري القديم. تبقى الإجابة الكشوف الأثرية. عمل نابليون على قرار الأمن الاجتماعي من خلال الاستفادة من الحامية العسكرية، الديوان العام، دواوين الأقاليم، مساعدة المماليك. كانت من مهام دواوين الأقاليم
منع المشاحنات بين القرى والنظر في المصالح والشكاوي. تبقى الإجابة دواوين الأقاليم. قرر مينو بإعلاء سلطة القانون من خلال إنشاء محكمة لكل طائفة، رفض مبدأ الدية، إنشاء جريدة عربية، جعل العلماء يتولون القضاء. من إصلاحات مينو للقضاء أنه رفض مبدأ الدية وترك الأمر لأحكام القضاء. تبقى الإجابة رفض مبدأ الدية. اصطحب نابليون العلماء في حملته على مصر لرغبته تحويل مصر لمستعمرة فرنسية، نقل معارف فرنسا إلى مصر، النهوض بالاقتصاد المصري، معرفة التاريخ المصري. الإجابة تحويل مصر لمستعمرة فرنسية. تحول فكر كليبر من الرحيل عن مصر إلى البقاء بسبب توقف ثورات المصريين، تدخل إنجلترا في الأحداث، توافقه مع قادة المماليك، اندلاع ثورة القاهرة الأولى. سبب تغيير فكر كليبر فشل معاهدة العريش 1800 ورفض حكومة إنجلترا المعاهدة، وأصرت على استسلام الحملة الفرنسية. تبقى الإجابة تدخل إنجلترا في الأحداث. اعتمدت مقاومة أهالي الصعيد للحملة الفرنسية على المساندة التي جاءت من الحجاز، استحداث أساليب قتالية، إعلان العثمانيين الحرب على فرنسا، استغلال الطبيعة الجغرافية. اعتمد أهالي الصعيد على طول الوادي الذي كان سبب في فشل إخضاع أهالي الصعيد لقوات الحملة الفرنسية. تبقى الإجابة استغلال الطبيعة الجغرافية. واجه الفرنسيين الكثير من المتاعب منذ اليوم الأول للحملة على مصر بسبب فشل منشور نابليون، قوة المقاومة بزعامة محمد قريم، توحيد الجبهة الداخلية، التنسيق بين العثمانيين والمماليك ضد فرنسا. الإجابة فشل منشور نابليون. تعتبر الصخرة التي تحطمت عليها طموحات فرنسا بمصر إنجلترا، الدولة العثمانية، أهالي الصعيد، النمسا وحلفائها. الصخرة التي تحطمت عليها طموحات فرنسا بمصر هي إنجلترا. طب سبب الإجابة إيه؟ بسبب موقعة أبي قير البحرية في أغسطس 1798 نجح فيه الأسطول الإنجليزي بقيادة نيلسون في إغراق الأسطول الفرنسي وحرمان الحملة من إمدادات فرنسا له. تاني حاجة تحالف إنجلترا مع الدولة العثمانية وروسيا، ترتب عليه إرسال حملتين، حملة برية وحملة بحرية. آخر حاجة إرسال أسطولا انضم إليه الجيش العثماني والمماليك ونجحوا في دخول مصر واستسلام الحملة الفرنسية. تبقى الإجابة تعتبر الصخرة التي تحطمت عليها طموحات فرنسا بمصر هي إنجلترا. أجرى نابليون تغييرات في نظام القضاء بسبب كسب ثقة المصريين، رفع مستوى القضاء، قطع الصلة بالدولة العثمانية، دعم سلطات القضاء الشرعي. بعد عودة نابليون من حملة عكا جعل العلماء المصريين يتولون القضاء بدلا من القضاة الأتراك لمواجهة التحالف العثماني. تبقى الإجابة قطع الصلة بالدولة العثمانية. لعب البدو دورا أساسيا في مصر أثناء الحملة الفرنسية من خلال مشاركتهم في الديوان العام، ديوان القاهرة، المجمع العلمي، دواوين الأقاليم. البدو كانوا مشاركين أثناء الحملة الفرنسية في الديوان العام الذي كان يتكون من 9 مندوبين عن كل مديرية، 3 من العلماء، 3 من التجار، 3 من مشايخ القرى ورؤساء العربان اللي هم البدو.
ظهر استخدام المعلومات لأول مرة أثناء الحملة الفرنسية لدعم متخذي القرار عن طريق المجمع العلمي، الصحف الفرنسية، إنشاء المحاكم الطائفية، قراءة الكتب المصرية القديمة. الإجابة المجمع العلمي، اللي كان من مهامه إبداء الرأي العلمي للحكومة في أي مسألة، أي ربط السياسة بالعلم. لجأ كليبر للتفاوض مع الدولة العثمانية نتيجة رحيل نابليون، كثرة أعداء الحملة الفرنسية، ثورات المماليك، تطور قدرات الدولة العثمانية العسكرية. نابليون لجأ للتفاوض مع الدولة العثمانية نتيجة تناقص عدد جنود الحملة، حملات الدولة العثمانية، مقاومة المماليك، تجدد ثورات المصريين. تبقى الإجابة لجأ نابليون للتفاوض مع الدولة العثمانية نتيجة كثرة أعداء الحملة الفرنسية. لعبت الطبيعة الجغرافية بمصر دورا في مقاومة الحملة الفرنسية. الوجه البحري، الوجه القبلي، شبرخيت ومبابة، الأسكندرية والقاهرة. احنا قلنا ان الوجه القبلي بسبب طول الوادي كان سبب في مقاومة أهالي الصعيد للحملة الفرنسية. تبقى الإجابة الوجه القبلي. استحدث الدولة العثمانية نظاما لحكم مصر يعتمد على سيطرة المماليك على السلطة، قوة سلطة الوالي، منح تسهيلات للأجانب، توزيع السلطة. كان النظام العثماني يعتمد على 3 إدارات تراقب كل منها الأخرى، اللي هو الوالي نائب السلطان، الديوان سلطته مراقبة الوالي، بكوات المماليك إدارة شؤون الأقاليم. تبقى الإجابة توزيع السلطة. أهملت أمور الري وتقوية الجسور أثناء فترة الحكم العثماني بسبب قصر مدة حكم الوالي، سيطرة المماليك على أمور الحكم، ملكية الأرض للدولة العثمانية، فرض إتاوات على الفلاحين. الإجابة قصر مدة حكم الوالي. أحدثت الثورة الفرنسية 1789 تغيرات اجتماعية في فرنسا، أهمها اختلاف الطبقة البرجوازية، اختفاء طبقة الإقطاعيين، إعلان النظام الجمهوري، القضاء على التحالف الأوروبي. من نتائج الثورة الفرنسية أنها قضت على النظام الملكي الإقطاعي في فرنسا. تبقى الإجابة اختفاء طبقة الإقطاعيين. تمثلت السلطة المحلية في مصر في فترة الحكم العثماني الملتزمين، الوالي، المماليك، الديوان. الإجابة المماليك. يرجع تدهور التجارة بين الأقاليم المصرية في النصف الثاني من القرن ال18 إلى سيطرة المماليك على أمور الحكم، حركة الكشوف الجغرافية، غياب السيطرة على سكان المناطق الصحراوية، فقدان السيطرة على القرى والمدن المصرية. سبب تدهور التجارة بسبب عدم استقرار الأمن والنزاع بين الفرق العسكرية والغارات المتلاحقة للبدو. تبقى الإجابة غياب السيطرة على سكان المناطق الصحراوية. أرادت فرنسا في محاولتها الرابعة لغزو مصر تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية، اقتصادية وعسكرية، فكرية وسياسية، سياسية واجتماعية. المحاولة الرابعة لغزو مصر كانت لتحقيق أهداف لتأمين تجارة فرنسا من خطر المماليك وتهديد لمصالح إنجلترا. تبقى الإجابة اقتصادية وعسكرية. تم إنشاء جريدة باللغة العربية أثناء الحملة الفرنسية،
لتثقيف المصريين، نشر العلوم الفرنسية، استخدام أسلوب الحرب النفسية، ربط العلم بالسياسة. تم إنشاء جريدة باللغة العربية لتحذير الناس من الاستماع لأصحاب الميول المعادية للفرنسيين. تبقى الإجابة استخدام أسلوب الحرب النفسية. حرص نابليون على إنشاء دواوين الأقاليم من أجل ضمان استقرار الأوضاع الداخلية، كسب ثقة الدولة العثمانية، تنفيذ وعوده التي جاء في المنشور، مشاركة المصريين بالحكم. من مهام دواوين الأقاليم منع المشاحنات بين القرى، النظر في المصالح والشكاوي، جباية الأموال والضرائب المقررة على الأهالي. تبقى الإجابة ضمان استقرار الأوضاع الداخلية. تدهور التجارة الداخلية لمصر قبل قدوم الحملة الفرنسية بسبب الكشوف الجغرافية، نظام الالتزام، سيطرة الأجانب على التجارة، اختلال النظام المالي. من أسباب تدهور التجارة الداخلية في مصر عدم ثبات قيمة العملة المتبادلة. تبقى الإجابة اختلال النظام المالي.